كل ما وزنك كان اكبر كل ما دماغك كانت اصغر. لما عملوا دراسه في 2009 في جامعه بيتسبرج عشان يعرفوا تاثير السمنه على المخ باستخدام الرنين المغناطيسي، لقوا ان الاشخاص اللي وزنهم زايد حجم المخ عندهم بيكون اقل 4% من الاشخاص الاصحاء. يعني المخ شكله بيبقى اكبر 8 سنين من الطبيعي. والاشخاص اللي عندهم سمنه مفرطه حجم المخ عندهم بيكون اقل 8% من الاشخاص الاصحاء، والمخ عندهم بيكون شكله اكبر 16 سنه من الطبيعي. كمان لما درسوا عوامل الخطر اللي بتأثر على المخ لقوا ان هم 11 عامل، 7 منهم بيحصلوا بسبب السمنة. زيادة الوزن بتقلل تدفق الدم للمخ وبالتالي بتزود احتمالية حدوث شيخوخة مبكرة. ده غير انها بتزود الالتهابات وبتقلل تركيزك وذاكرتك وقدراتك الادراكية بشكل عام. كمان بتحول جزء من هرمون التستوستيرون لهرمون استروجين، وده بيحصل بسبب انزيم اسمه الاروماتاز اللي موجود في الانسجة الدهنية. كل ما دهونك زادت كل ما زادت قدرة الانزيم ده ان هو يحول التستوستيرون لاستروجين، بالتالي بيعمل خلل هرموني وممكن يؤدي الى السرطان لا قدر الله. ولو عايز كتاب مجاني يساعدك انك تخسر وزن ودهون اكتب لي اي حاجة في الكومنتات.